تعالى اقولك، لو عندك بواقي فراخ من امبارح هنعمل بيها احلى طبق هيقضي غدا النهارده ان شاء الله. هنعمل من بواقي الفراخ احلى شاورما سوري. شاورمة المطاعم هنعملها بطريقه جميله جدا وتتبيله جميله جدا جدا. طبعا هقولك على التتبيله كده على السريع. التتبيله بتاعتنا عباره عن نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا، نص معلقة كاري، نص معلقة قرفة، نص جنزبيل، رشة حبهان مطحون ورشة قرفة مطحونة. ودي سر شاورمة المطاعم اللي هنعملها ان شاء الله. طبعا بعد كده بنحط عليها معلقة خل، عصرة ليمونة، معلقة طحينة لو عندك. وبنحط ملح حسب الرغبة، وفلفل وشطة برضو حسب الرغبة. لو مش حابة الشطة مفيش مشكلة، معلش رايحين بقى عن دوشة. كل اللي هنحتاجه بواقي الفراخ زي ما انتم شايفين كده، وتوم وبصل وطماطم وبطاطساية وفلفل، قرن فلفل اخضر لو حابه. طبعا دلوقتي هقطع البصله بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هعملها، طبعا نسيت اقول لكم ان هنحط الفراخ في التتبيله بتاعتنا. دي الفراخ اللي كانت متبقيه اهي، مقطعاها حتت صغيره زي ما انتم شايفين كده، وننزل بالتتبيله بتاعتنا عليها. طبعا الفراخ مستويه، يعني مش هنسيبها في التتبيله كتير ولا حاجه، يا دوب بس عما نحمر البصله بتاعتنا هنحطها على النار على طول. هنحمر البصله بتاعتنا اول حاجه، هنتبلها بس كده تتبيله بسيطه. بعد كده هنزل بالطماطمايه والقرن الفلفل بتاعنا، وهنزل دلوقتي بالفراخ بتاعتنا التتبيله الجميله. طبعا اهم حاجه وانتي بتعملي الشاورما تسيبي الطاسه مكشوفه كده، لانك لو غطيتيها البخار هيخليها تبقى طريه زي المطبوخه العاديه. احنا طبعا عايزينها ناشفه وزي ما انتوا شايفينها كده. يعني اهم حاجه عندك متغطيهاش خالص، سيبها مكشوفه لغايه ما تستوي. زي ما انتوا شايفين عملنا الطبق الجميل من بواقي الفراخ اللي معانا. ريحتها بقى مش عايزه اقول لكم، ريحتها بجد خطيره خطيره خطيره. هنقدمها مع اي حاجه انت حابه تقدميها، بطاطس ومخلل كده، يبقى استفدنا من ورك الفرخه او اي حاجه من الفرخه متبقيه وما رميناهاش. بس عملنا الطبق الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى الفيديو عجبكم، يا ريت متخلوش معانا بلايك، مشاركه الفيديو ومشاركه في القناه. اشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله.